السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. من مطبخ حلو حادق هنعمل معاكم ان شاء الله فطيرة شرقي من غير ما نعجن ونعك ايدينا ونعمل اي حاجة، بالجلاش. سهلة جدا ووصفاتها ومقاديرها سهلة. ومعانا جايبين هنا معانا لانشون مقطعينه مكعبات كده. انا جايبة ربع كيلو لانشون عشان هعمل صينيتين، وجايبة جبنة موتزاريلا على شيدر، ومجايبة معايا زيتون مخلي. وهيبقى معانا لبن، كل صينية تاخد كوباية لبن وبيضاية واحدة. ماشي يا حبايب قلبي. ويبقى معانا سمنة سايحة. بس هي دي كل مقاديرنا اللي معانا في الوصفة النهاردة ان شاء الله. هنعمل ايه؟ بس معلش استحملوني اذا كان الفيديو فيه يعني مدته طويلة شوية، بس عشان اوضح لكم بس ايه الشرح ازاي والدنيا عاملة ازاي. جبنا معانا صينية كده، طبعا على حسب ما انتوا عاوزين تعملوها مدورة طويلة، بس على اساس انها مستطيلة، علشان خاطر الجلاش مستطيل معانا، واحنا بنحبها السميكة قوي يعني. فكل لفة نص كيلو هي على قد الصينية. ماشي يا حبايبي. سهلة جدا وكان طعمها رائع رائع جدا. كنا عاملينها باللانشون والزيتون والجبنة بس. وجبت طبعا في فلفل الوان من اللي انا مفرزاه معاكم، برضو جبت منه وحطيت في نص الحشو. ماشي. دلوقتي معانا لفة الجلاش كده، هنقسمها على نصين بالظبط. ماشي. بصوا يا حبايبي كده قسمناها كده بالعين يعني. هنيجي كده نحط اول حاجة سمنة في الصينية، ندهن الصينية كلها سمنة قبل ما نحط الجلاش او اي حاجة. الجوانب بأرضية الصينية بكل حاجة. وهنبتدي ننزل بورقتين ورقتين، وما بين كل ورقتين هندهن ايه رق سمنة، او ندهن سمنة زي ما انتم شايفين كده. لان طبعا الدسم لما بيبقى كتير في الحاجة مش بيبقى ظريف يعني. يا دوب بس حاجة كده عشان تورقه. طبعا لو في مقطع ولا مهري ولا حاجة بنحطه في الأرضية الأول عشان ايه ما يبانش، أو في النص زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. وهندهن دهنة سمنة خفيفة لأن دول ورقتين مع بعض. ماشي. زي ما حضراتكم هتشوفوا كده معانا دهنا كده دهنة سمنة. هنجيب ورقتين تاني. طبعا احنا قاسمين اللفة بالنص بالظبط، وهنتني كده الزيادات لتحت زي ما حضراتكم هتشوفوا، يا لتحت يا لفوق، بس هو الافضل يعني ايه تبقى لتحت على حسب ما ايديكوا تظبط معاكم. ماشي. مرة هنجيب الجنب ده ومرة هنجيب الجنب ده، يعني مرة نجيب الورقتين نتنيها من جنب اليمين، ومرة نتنيهم من جنب الشمال، عشان تبقى كلها متوازنة مع بعضها، ما يبقاش حتة سميكة وحتة ايه رفيعة. ماشي. شايفين ان انا بدهن سمنة خفيفة ازاي؟ واهم حاجة تركزوا على الجوانب عشان خاطر الجوانب دي ما تبقاش ناشفة معاكم، ومبقاش مش مظبوطة معانا ويبقى طعمها وحش. يعني بندهن في المنتصف وفي الجوانب حلو قوي عشان ما تبقاش ناشفة ومش ظريفة. بصوا هتشوفوا زي ما انا هوريكم كده. ايوه كده. وهندهن برضو دهنة سمنة. انا هعمل معاكم طبعا اول صينية، وبعد كده هوريكم وتاني صينية بعد كده انا اللي هعملها. ما بين كل ورقتين ورقتين دهنة سمنة زي ما هو ايه ما انتوا شايفين كده حبايبي. والله طلعت خفيفة وظريفة وطعمها رائع. واي حشوات بقى، عندكوا فراخ، عندكوا بتاع ده وسجق، عندكوا لحمة مفرومة، اللي انتوا عاوزينه. ولا عجلنا ولا تعبنا نفسنا ولا حاجة، والجلاش موجودة. وممكن نعملها فطيرة شرقي برضو من غير حشوات ومن غير حاجة، ويتاكل بالعسل ويتاكل بالجبن والكلام ده كله. في مرة هعملها لكم برضو تشوفوها، بس هتبقى مدورة بقى من غير برضو ما نعجن ونتعب نفسنا. برضو هندهن سمنة اهو في كل الاطراف كده زي ما انتم شايفين.
لو في اي جلاش مش مظبوط بنحطه في النص او بنداريه، يعني عشان خاطر ايه لازم مش هنرميه، يعني احنا مش هنرمي حاجة، لان الجلاش اصلا كان صابح، وانا كنت جايباه قبلها بكام يوم كده، وحطيته في الديب فريزر لحد ما احتاجته، وطلعته فك وعملته زي ما حضراتكم شايفين كده. دلوقتي كنا خلصنا نص الجلاش، وهنحط الحشو في النص كده. طبعا بنقسم الحشو نصين، بس مع للاسف انا اسفه ان انا نسيت احط الجبنه، بس عالجتها برضو. يعني انا حطيت كل حاجه في الحشو ما عدا الجبنه، وبعد ما قطعت وحطيت كل حاجه، بس رجعت بعد كده شلت الطبقات، بس طبعا ما جبتهاش، ما صورتش. انما في الصينيه التانية هوريكم الجبنه وانا بحطها. وهننزل بنص الزيتون كده، هنقسمه برضو ما بين الصينيتين زي ما حضراتكم شايفين. هنجيب بقى الفلفل الالوان اهو، احمر واصفر، اللي احنا فرزناه سوا. وبصوا مجمد لسه اهو، عشان كده قلت لكم ما ينفعش يتحط الا ما هو مجمد في اي حاجه، ما ينفعش نسيبه يفك، هتلاقوه بقى ميه معاكم. تحطوه هو مجمد كده. طلعته على طول من الديب فريزر، وايه وحطيته كده برضو يدي شكل ويدي طعم، وكان رائع في قلب الوصفة والله. المفروض بقى نحط بقى جبن في الوقت ده، انا نسيت خالص، وحطيت بقيت لفة الجلاش، والله العظيم نسيت فعلا. وبعد ما افتكرت رحت شايلة كل الطبقات بعد ما قطعتها، بقيت احط جبن في النص تحتها. بس انا هوريها لكم وهقعدها لكم في الصينية التانية ان شاء الله، بس مش هجيبها طبعا من اولها، انا هعمل كله بس هاجي عند الحشو وهوريكم. معلش، غصب عني، معلش يا جماعة، جل من لا يسهو. والله مش عارفة موضوع النسيان ده ايه بالظبط. دلوقتي هننزل بقى ايه، برضو بنفس الطبقات، برضو كل طبقتين جلاش هنعمل برضو زي ما عملنا من تحت، هنعمل من فوق بالمنظر ده. وطبعا احنا كده مداريين اهو من جنب، وهنرجع نحط من الجنب التاني ونعمل كده، ونظبط السمنة في الاطراف وفي النص وفي كله، بس ما نكترش قوي، يعني حاجة كده ايه زي ما انا بعمل كده، عشان يبقى طعمها حلو وخفيفة، ما تبقاش دسمة معانا، وتبقى طعمها فعلا زي الفطير بالظبط. وكانت اجمل كمان من الفطير والله العظيم يا جماعه. طبعا انا كنت عاوزه اعملها مدوره، بس المدوره يعني الصواني اللي عندي كلها صغيره، فانا عشان اعملها كبيره تكفي الاولاد، وكانت هي دي الغدوه بتاعتنا، فايه قلت اعملها في الصواني اللي هي المستطيله دي، وهتبقى مظبوطه عليها. بصوا بقى انا داريت الناحيه التانية ازاي، عملتها ايه بالعكس عشان اداري الجنب التاني زي ما حضراتكم شايفين كده، كل ورقتين ما بين ورقتين وورقتين، ولازم تبقى اخر ورقة مظبوطة وسليمة، ما ينفعش تبقى مقطعة او فيها اي حاجة. بصوا دي لو فيها تقطيعات بتبقى في النص. برضو هنتني الورقة لجوه. سهل جدا والله، ما فيهوش اي حاجة، بس انا ايه يعني ما حبيتش افصل ووريتكم كل التفاصيل، عشان لو هتعملوه هتبقوا شايفين وعارفين الدنيا ماشية ازاي. انا عملته قبل كده في القناة، بس من زمن، بس كنت عاملاه باللحمة المفرومة، الجلاش العادي اللي هو باللحمة المفرومة. انما ده بقى صراحة زيه زي حشوات الفطير، ولو عاوزينه زي البيتزا يبقى تحطوا حشو كمان من فوق، جبن وزيتون من فوق وفلفل، هيبقى زيه زي البيتزا بالظبط كده. كان اخر طبق معانا. بصوا احنا بنعمل ايه بقى، بنقوم جايبين الورقة بتاعتنا كده ومكلفتين وجايبين من تحت كده، عشان تلم كل الاطراف المفتوحة، مفيش حاجة ايه تقع مننا. ماشي. برضو الجنب التاني هنعمل كده، برضو هنحاول ان احنا ندخله كده بنفس الشكل ده كأننا بنطبقه. تمام كده. وبعد كده هنقطعه، وبعد كده ندهنه سمنة.
او ممكن ندهن وبعدين نقطع عشان مبقاش فيه صعوبة علينا شوية. انا بقى قطعته تقطيعات كبيرة زي السندوتش الكبير كده، زي ما حضراتكم شايفين كده. عايزين تقطعوا انتوا اصغر من كده براحتكم، كل واحد بيقطع التقطيع اللي تناسبه. ممكن يتقطع اصغر من كده، بس انا شايفة ان دي حلوة والقطعة بتطلع كبيرة وحلوة. هنبتدي بقى ندهن سمنة تاني على الوش كده، بس هو الافضل تدهنوا سمنة وبعد كده تقطعوه عشان يبقى ايه سهل معاكم، لان هو زهقني شوية في الوش عشان ايه بعد ما تقطع بعمال يتشال شمال ويمين فهو ادهنوه بعد كده قطعوه براحتكم، الاسهل يعني. ان شاء الله وصفة جميلة وخفيفة ومناسبة للجو الحر اللي احنا فيه ده، وتنفع لاولادنا، جميلة جدا ومش متعبة يعني، بتقفوا في ثواني تعملوها. وممكن بقى الحشوات اللي انتوا عاوزينها، سجق بقى، لحمة مفرومة، فراخ، كل حاجة والله بتنفع كل حاجة، بس انا حبيت اعملها بحاجات بسيطة عشان وقفة المطبخ وكده. كده كنا خلصناها. هوريكم بقى الصينية التانية. دي بقى الصينية التانية اهي. ماشي، هوريكم الحشو بتاعها عشان انا نسيت الجبن وكنت حطيت زي ما انا قلتلكوا كده. نزلنا باللانشون اهو، ده في الصينية التانية عملت نفس الخطوات. ما دهنت الصينية وما بين كل طبقتين وطبقتين دهنت سمنة وتنيت الورق زي ما وريتكم، وحطينا الزيتون وحطينا اللانشون، وهنحط برضو الفلفل الالوان. يعني كنت جايبه ايه تمن او ربع من كل حاجه كده. ماشي. والجبنه الموتزاريلا على شيدر برضو جايبه ربع كيلو، وزي ما انتم شايفين كانت طالعه جميله جدا وما شاء الله كانت ماليه الصينيه. واللانشون برضو ربع، والزيتون بقى على حسب ما تجيبوا بقى براحتكم. بس لو في زيتون، ده الزيتون ده كان دلع شويه يعني مش عارفه ليه، فلو في زيتون اسمر براحتكم، وفي زيتون اخضر بس زيتون مخلي كده يعني. وكده بقى ايه كنت نزلت بالجبن اهو في الصينيه التانية زي ما حضراتكم شايفين، لان انا كنت حطيت نصها برضو في الصينيه، بقيت اشيل الطبقات واحط. وبعد كده هنحط الجلاش بنفس الطريقه برضو من فوق، ونفس اللي وريتهولكم. وكنت دهنت اهو الصينيه التانية وخلصتها. هنعمل بقى ايه، كل صينيه لها بيضايه ومج لبن. انا حطيت مج كبير عشان يبقى كده طريه وحلوه زي الفطيره بالظبط. وهننزل عليها ببضايه بشويه ملح صغيرين وشويه فلفل اسمر عشان زفرت البيض بس. طبعا كنت قايده الفرن قبلها، بتتحط في تحت على الفرن من تحت، واول ما الاطراف تحمر بنطلع على الشوايه ونخلي بالنا عشان هو بيحمر على طول، ما بياخدش معانا 10 دقايق 15 دقيقة وبتكون خلصانة. ماشي يا جماعة. انا بنزلها على طول، ما بستناش بقى ان انا ادخلها وارجع احط اللبن والبيض تاني، لا انا بحط كله على بعضيه ويخش مع بعضيه الفرن. وبحاول كده ان انا اسقيها، هي بتتشرب بقى السائل ده، اللبن على البيض، وبتنفش بقى في الفرن، بتبقى جميلة جدا وطرية وفي منتهى الجمال. طول عمري بعملها كده. اهو كنت دخلتها الفرن اهو، الصينيتين استووا وكانت رائعة رائعة رائعة. يا رب تجربوها وتعجبكم حبايبي. ولو عجبتكم الفطيرة الشرقي بالجبن واللانشون والزيتون، تدعموني باشتراك وشير لايك للقناة. وهتشوفوها دلوقتي بعد ما اطلعها من الصينية. خطيرة خطيرة خطيرة، ويا رب الوصفة تعجبكم وتكون خفيفة على قلوبكم. بصوا ما شاء الله بقى سايحة وسخنة وجميلة ازاي.
روعة روعة روعة، وبألف هنا وشفا حبايبي، وكانت طرية وجميلة واكلوها وانبسطوا جدا، ويا رب الوصفة تعجبكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.